السلام عليكم. معاكم محمد مجدي من قناة اللمسة الأخيرة. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن مباراة الأهلي وريال مدريد في نص نهائي كأس العالم للأندية. الحقيقة الفيديو دوت كده هيبقى من غير مونتاج ومن غير أي حاجة، بس هي كلمتين الواحد لازم أن يطلع يقولهم بعد الماتش. حتى أنا ما سمعتش آراء الناس بعد الماتش ولا سمعت تحليل ولا أي حاجة. أنا طالع كده خام من بعد الماتش ليكم. الحقيقة الأهلي قدم ملحمة كروية عظيمة قدام ريال مدريد بطل القرن الأوروبي. فاللي احنا شفناه النهارده من لعيبة النادي الأهلي هو شيء مشرف لمصر وللنادي الأهلي ولكل العرب كمان. الأداء يعني لو في واحد كده مثلا دخل شاف الهجمات الخطيرة، ملخص الماتش، أو دخل شاف الأهداف أو أي حاجة من هذا القبيل، هيلاقي إن الماتش خلصان 4-1 وجون النادي الأهلي من بنالتي. فهيقول مثلا ده هدف حفظ ماء الوجه وكده. ولكن اللي يتفرج على المباراة كاملة هيلاقي ان النادي الاهلي وصل بفرص كتيرة جدا جدا جدا، وكان ممكن يسجل اكتر من هدف. والحقيقة لو احنا بصينا ليه انا كمشجع، لان انا الفيديو دوت مش هيبقى فيه مثلا نقط تحليلية كبيرة في المباراة، ولكن ممكن يبقى فيه فيديو بكرة او بعد بكرة ان شاء الله عن تحليل المباراة بقى، اللي هو التحليل الواقعي اللي احنا بنتكلم فيه. انما دوت هيبقى فيديو ردة فعل اكتر ما هو ما ده فيديو تحليل يعني. فاللي انا عايز اقوله ان انا كمشجع اهلاوي انا فخور ومبسوط من فرقتي، مبسوط ومن كل لاعب، وبشكر كل لاعب وكل فرد في الجهاز الفني وكل فرد في مجلس الإدارة، كل فرد سافر البعثة، كل فرد داخل النادي الأهلي. حتى الجماهير اللي كانت موجودة في المدرجات سواء مغاربة أو مصريين، أحب أشكرهم على الأداء العظيم اللي هم عملوه مع النادي الأهلي النهاردة، سواء في الضغط على لاعيبة ريال مدريد أو تشجيع لاعيبة النادي الأهلي. وشفنا كمان أهازيج النادي الأهلي اللي هي معروفة، هي اللي بتتقال في قلب الملعب. فالحقيقة لو انت جيت لشعوري انا بعد المباراة، فانا شعوري هو منقسم الى جزئين، كل جزء عكس التاني خالص. الجزء الاولاني ان انا مبسوط من اداء فرقتي، مبسوط من اللي اللعيبة عملوه النهاردة. ولكن الجزء التاني واللي هو الناحية التانية خالص، هو ان انا حاسس ان انا حزين، مش مبسوط من المباراة. ايه اللي مش باسطني من المباراة؟ انا اللي مش مبسطني من المباراة ان انا في بعض لحظات المباراة كن فرقتي قادرة ان هي تسجل هدف او اتنين او تلاتة، سواء في الشوط الاول بالانفراد اللي ضيعه محمد شريف، او بالشوطه اللي شاطها حسين الشحات على المرمى والحارس طلعها، او في الشوط الثاني من ركله الجزاء اللي جت جون، وكرة طاهر الركنيه اللي كان طاهر ممكن يجيبها جون، او من اكتر من فرصه للنادي الاهلي. فكان النادي الاهلي قادر ان هو يسجل اكتر من هدف في ريال مدريد ويتأهل كمان للمباراة النهائية. يعني لو احنا استثنينا الوقت البدل ضايع في المباراة، اللي هو الوقت 8 دقايق الوقت البدل ضايع، فالنادي الاهلي كان عنده اكتر من فرصة ان هو يسجل اكتر من هدف ويتأهل. ولو احنا استثنينا برضو الوقت 8 دقايق الوقت البدل ضايع، هتلاقي ان الماتش كان 2-1، وان ريال مدريد كان خايف من النادي الاهلي ان هو يحط فيه هدف التعادل في اي لحظة، لحد ان اتت اللحظة او المشكلة في الثلاث اهداف اللي هو باستثناء الهدف الثاني لريال مدريد. يعني الهدف الاول اللي دخل في النادي الاهلي والهدف الثالث والهدف الرابع، لو احنا بصينا حسيت ان في تراخي سنة من مدافعين النادي الاهلي، سواء في الهدف الاول اللي اتأخر فيه محمود متولي، او الهدف الثالث اللي هو بتاع رودريجو، اللي الدنيا كلها كانت واقفة ومرة واحدة رودريجو جاب جون، او في الهدف الرابع برضو اللي اللعيبة كلها برضو كانت واقفة مفيش حد ضغط على الولد اللي هو لسه نازل ده. ولكن برضو في اكتر من نقطة. مارسيل كولر كان ما كانش نازل خايف. مش طبيعي اللي انت تنزل قدام ريال مدريد تضغط عليه ضغط عالي على خط الدفاع، ومش طبيعي برضو اللي انت لما تنزل قدام ريال مدريد ان انت ترجع ورا وتبقى واقف على ال 18 حرفيا. فكان الطبيعي اللي انت تنزل متمركز في وسط ملعبك، يعني ولا ان انت تضغط عالي ولا اللي انت تبقى سايب الكرة خالص سداح مداح كده للدنيا كلها. فمارسيل كولر كل اللي هو عمله ان هو قال انا مش هضغط على خط الدفاع، انا نقطة الضغط بتاعتي الاولى هي ان لما لوكا مودريتش او تشاوميني او توني كروس هم الثلاثة يلمسوا الكرة، اول لما يجوا يستلموا الكرة انا هي ديت بقى نقطة الضغط بتاعي، هعتبر ان دوت خط الدفاع اللي انا بضغط عليه في كل ماتش. بدليل ان انت هتلاقي في كل هجمة محمد شريف
وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة، هما التلاتة بيركزوا على بيوجهوا بعض مين اللي هيمسك اللاعب التاني. شفنا محمد مجدي قفشة كان بيوجه محمد شريف ان هو يضغط على تشاوميني وبيقول له روح، او العكس مع بقية الثلاث لعيبة. فكل اللي انا عايز اقوله ان منظومة النادي الاهلي منظومة مشرفة لكل العرب ولكل أهلاوي ولكل مصري عامة، وإن النادي الأهلي دوت عملوا إنجاز. ولكن هنا الإنجاز الفعلي إن هي ديت نقطة البداية، إن إحنا ما نقفش عند كده. ديت نقطة بداية إن النادي الأهلي يرفع كأس العالم للأندية، إن إحنا نشوف الزمالك لما ياخد بطولة دوري أبطال أفريقيا يقدم حاجة إن شاء الله. ديت نقطة بداية ان منتخب مصر ليه لا لما يوصل كاس العالم يحقق انجاز زي اللي حققه لمنتخب المغرب، وان احنا نروح المربع الذهبي ونحقق مركز ثالث او تاني في كاس العالم بتاع المنتخبات. ايه الداعي ليه ما يبقاش فيه اكتر من فريق عربي؟ اقصى حاجة مثلا فريقين عربيين في كاس العالم للاندية هو هيكون اتنين، الا بقى في البطولات اللي جاية بقى اللي هي هتبقى من بعد 2025، هي اللي هتبقى البطولة اللي بعد الجاية تقريبا، هي اللي هتكون فيها ال 32 نادي، فممكن يكون في اكتر من ناديين عربيين. ولكن انت عندك هنا ان انت عندك فرصة ان انت بقى عندك العرب بقى ليهم كلمتهم في الكورة. ولكن برضو الحقيقة في فرق كبير قوي ما بين اللاعب المصري واللاعب ريال مدريد. في فرق كبير قوي ما بين لياقة او او فنيات للعيبه. يعني يعتبر اخطر لعيب النهارده في ريال مدريد هو رودريجو عنده كام سنه؟ عنده 22 سنه. انت لو شفت الخبرات اللي يمتلكها رودريجو دوت، اللي هو كان بيلعب مع منتخب البرازيل هنا في ماتش منتخب البرازيل الاولمبي تقريبا، ومنتخب مصر الاولمبي قبل ما مصر تروح اولمبياد طوكيو تقريبا اللي هي كانت من حوالي سنتين، اللي هو المنتخب بتاع شوقي غريب اللي كان خد افريقيا اللي هم تحت 23 سنة 2019. انت ساعتها قبل ما تسافر الاولمبيات كان عندك رودريجو دوت بيلعب مع منتخب البرازيل. هل الخبرات اللي لو انت جمعت لي كده الثلاثه اللي لعبوا في مركز المهاجم النهارده في النادي الاهلي اللي هم محمد شريف وكهربا وبيرسي تاو، رودريجو اللي عنده 22 سنه يا جماعه عنده خبرات اكتر من الثلاثه المهاجمين اللي لعبوا للنادي الاهلي اللي تناوبوا على مركز المهاجم في النادي الاهلي. يعني انت لو جمعت كهربا اللي عنده 28 سنه، او بيرسي تاو اللي عنده تقريبا برضه 28 سنه، او محمد شريف اللي عنده مش عارف 26 ولا 27 سنه، لو انت جمعت الاعمار اللعيبه ديت كده كلها بالنسبه للعيب تاني عنده 22 سنه، ديت كارثه بالنسبه للمنظومه الكرويه هنا عندنا في مصر. احنا لازما ديت تبقى نقطه بدايه لما هو قادم. لازما ناخد بالنا ان انت النهارده مثلا على سبيل المثال، سيبك من الاستحواذ لان انت كنت سايب الكرة كده كده لريال مدريد، انت جاتلك 8 ركنيات ما قدرتش تسجل منهم ولا هدف. انت في الثمان ركنيات المفروض اللي انت عارف اللي انت بتلعب ماتش كبير، اي نعم كان فيهم ركنيتين كانوا ممكن يبقوا اهداف، سواء بالكره اللي ارتدت في الاخر محمد عبد المنعم لعبها بدماغه لحسين الشحات وشاطها، او كره طاهر اللي اتلعبت على طول، او كورنر كمان اللي جه لمحمد عبد المنعم اللي محمود متولي رايحها لمحمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم لعبها بدماغه فوق العارضه. فديت فرص ماشي، انت عندك 3 من الثمانية، بس فين بقيت فرص الثمان ركنيات؟ مش موجودين. انت بتلعب ماتش كبير المفروض يبقى بتلعب على اقل حاجه ان انت مثلا تلعب على الركنيات، ان انت بحيث ان انت يجيلك ركنيه او اتنين تسجل هدفين منهم وتخلص الماتش لصالحك. ولكن لعيبه النادي الاهلي عملت كل اللي عليها، وانا ما اقدرش الوم على لعيبه النادي الاهلي في اي حاجه. نرجع لاحصائيات تانية برضو، انا كاتب هنا في الورقه جنب احصائيات. انت كنادي اهلي شط 15 شوطه على مرمى ريال مدريد، مش على المرمى. انت شط 15 شوطة في المباراة، منهم 5 على المرمى، سجلت هدف واحد بس. على العكس بقى الناحية التانية لو انت شفت ريال مدريد، فريال مدريد شط 19 كرة على المرمى، من 19 كرة في المباراة منهم 11 كرة على المرمى، سجل 4 أهداف. فانت المفروض انت كنادي مثلا اهلي كبير او يعني انت كنادي كبير، او اللي هو بقى اللي احنا عايزين تبقى نقطة بداية لما هو قادم، ان انت لازم كل 3 شوطات مثلا على المرمى يكون فيهم هدف، او كل شوطين على المرمى يكون فيهم هدف. انت ديت بتبقى فرصة اعلى بالنسبة لك ان انت تستغل الفرص اللي بتجيلك.
النادي الاهلي النهارده محمد شريف مضيع انفراد في الشوط الاول والمباراه لسه باديه. الجون دوت لو انت جبته كنت هتطير لعيبه ريال مدريد من شعورها، ما كانتش هتعرف تكمل المباراه اصلا. او على العكس، اكتر من فرصه للنادي الاهلي. كان في تقريبا انفراد تاني لحسين الشحات برضو شاطها بره الجون، اللي هو اللي احمد عبد القادر قطم وقام جاي لعبها كوره كده ايه، زي عرضيه كده لحسين الشحات، حسين الشحات شاطها بره المرمى. فديت فرصتين باهداف على طول. انت قول لي النهارده ريال مدريد ضيع ايه؟ الفرص اللي ضيعها ريال مدريد هما فرصتين في الشوط الاول، واحده لرودريجو وواحده لفينيسيوس. وفينيسيوس شاط واحده بره المرمى الناحيه على شمال الشناوي، بره المرمى جنب القائم الشمال لمحمد الشناوي. ورودريجو شاط الكره برضه لوب من فوق محمد الشناوي، جت في القائم اليمين لمحمد الشناوي. ف بطء خط الدفاع هي من احد النقط السلبيه. ايوه احنا عندنا قلبي دفاع مميزين، بس مش هم دولت يعني مش بنفس سرعه لاعب مهاجمين ريال مدريد. فهي النقطه في هنا ان في فرق في الامكانيات كبير جدا برضو. محمد هاني اللي النهارده قدم مباراه مميزه جدا 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 على فينيسيوس، طلع فينيسيوس بره الماتش. فينيسيوس ما قدرش يعمل حاجه، ما قدرش يعدي اصلا من محمد هاني. الا بقى لما انت شفت بقى في الشوط الثاني لما فينيسيوس دخل شويه لمنطقه الهاف سبيس، خد نفسه سنه. انما بعد كده يعني انت مثلا نقطه تانية خالص، انت نزلت بدايه المباراه انت كنت خايف من ريال مدريد، ديت حقيقه. انت في بدايه المباراه كنت خايف من ريال مدريد. كان في باصات كتيره قوي منك غلط. يعني انت مثلا لو انت بصيت، وديت بقى اهم نقطه انا عايز اتكلم فيها النهارده، نقطة نسبة التمرير الصحيحة. نسبة التمريرات الصحيحة من النادي الأهلي، مش عارف، مش هقول لك أرقام، أنا هقول لك النسبة على طول. نسبة التمريرات الصحيحة للاعيبة النادي الأهلي هي 80%. أما نسبة التمريرات الصحيحة لريال مدريد هي 90%. فانت علشان برضو تبقى بتبني للمستقبل، انت المفروض ما تفقدش الكرة كتير والكرة معاك. يعني الباص الغلط دوت، سواء في الهدف اللي دخل فينا الاول هو كان من باص غلط، او سواء في الهدف بتاع اللي ارتدت من محمد الشناوي. فديت بطء ارتداد قلبي الدفاع بتوعك ان هم ما يقدروش يشيلوا الكوره. او سواء في الهدف الرابع اللي برضو الكرة انت اللي جيت يشتتها، مش عارف محمد عبد المنعم او محمود متولي شتتها باسيست للولد اللي لسه نازل. فاللي هو في المجمل لعيبه النادي الاهلي قدمت البطوله مميزه، والبطوله لسه ما خلصتش. البطوله لسه في مباراه على المركز الثالث والرابع. انت تقدر اللي انت تسجل برونزيه رابعه في تاريخك ان شاء الله، يعني النادي الاهلي يحققها. مع ان لو انت كنت كسبت ريال مدريد يعني ووصلت للمباراة النهائية، فهي كانت هتبقى مباراة اصعب من مباراة الثالث والرابع. يعني مهما كان فريق فلامينجو، لو انت سبت له الكوره وضغطت عليه ضغط عالي واسترجعت الكوره، تقدر تعمل عليهم فرص كتيره قوي خطيره وتقدر تسجل فيهم اهداف كتيره. يعني عامل مباراه فلامينجو البرازيلي في المركز الثالث والرابع عاملها نفس معامله مباراة الهلال اللي انت كسبته في مباراة تحديد المركز الثالث السنة اللي فاتت. بس يعني في الاخر يعني برضو احب ايه اشكر النادي الاهلي، لعيبته البدلاء. واللي هي النقطة الأهم خالص، إن أنت يكون عندك ديت نقطة للمستقبل، إن النادي الأهلي لما يوصل كأس العالم للأندية يبقى هدفه ان هو ياخد البطوله. الحقيقه النهارده برضو انا عايز اشيد باحمد عبد القادر. احمد عبد القادر اللي قدم مباراه يعتبر مميزه. يعني لو انا هختار لك مثلا لعيب في كل مركز في النادي الاهلي، لعيب قدم كل اللي عليه، هو محمد هاني في خط الدفاع قدم مباراه مميزه جدا جدا جدا. وعمرو السوليه في خط الوسط، اللي هو بعد ما كان يعتبر من اللعيبه اللي بتغلط في الباص في الشوط الاول، في اول الشوط الاول في اول 10 دقائق، من اللعيبه اللي مسكت نفسها واللي حولت الفريق من الضغط الدفاعي دوت، وحول شخصية الفريق وان هو بقى بيباصي باصات صح. او حمدي فتحي بعد لما نزل حمدي فتحي اللي قدم مباراة روعة، بسم الله ما شاء الله على حمدي فتحي. يعني وفي خط الهجوم احمد عبد القادر. وطبعا حسين شحات برضو نقدر نقول ان هو قدم مباراة مميزة، ولكن قدر الله وما شاء فعل. وان شاء الله ديت تبقى خطوة لما هو قادم من النادي الاهلي ومن لعيبة النادي الاهلي، وان ديت تكون فرصة ان لعيبة النادي الاهلي
او اللعيبه المصريه او الفرق العربيه او المنتخبات العربيه بشكل افضل من كده، او تكون بشكل ليها قدر عند الفرق التانية اكتر من كده. يعني انا والدتي كانت قاعده بتسمع معايا الماتش، انا والدتي ملهاش في الكوره. بعد لما شافت الجون بتقول على الواد فالفيردي دوت عيل اصفر. باين جدا فرق الاحجام، فرق اللياقه، فرق المهاره، فرق السرعه، فرق اللياقه. فديت نقط احنا محتاجين نشوف الفرق الاجنبيه بتتعامل ازاي وننقله عندنا هنا للفرق المصريه. لان الدوري المصري خلينا نكون واقعيين شويه، خلينا نكون واقعيين بزياده. ها، الفرق المصريه هي فرق قليله جدا 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 بالنسبه، باستثناء النادي الاهلي. يعني انت لو سحبت النادي الاهلي مثلا واداره النادي الاهلي وطريقه تعامل النادي الاهلي مع الملاعب، او مع سيبك من الملاعب، مع الجهاز الفني او مع أجهزة اللياقة البدنية اللي هي بتبقى بعد المباريات، اللي هي فك الحمل العضلي والحاجات ديت، وأجهزة الاستشفاء عموما. باستثناء النادي الأهلي في مصر، مفيش نادي تقريبا عامل كده هنا في مصر. فديت نقطة ان النادي الأهلي يبقى بعد كده ايه، نتطلع لما هو مزيد وما هو أفضل من النادي الأهلي من الأندية الأفريقية. وإن شاء الله نعوضها في السنة الجاية، ان شاء الله ناخد دوري ابطال افريقيا ونروح كاس العالم للأندية، وان شاء الله نحقق كاس العالم للأندية، واللي هو الهدف الاسمى لجمهور النادي الاهلي. وبس كده، هو ده كان كل اللي عندنا عن المباراة. ان شاء الله ممكن نعمل فيديو بكرة او بعد بكرة عن النقط التحليلية، يكون فيديو تحليلي عن المباراة، مش هنتكلم بقى فيه عن اي حاجة تانية. ممكن نعمل فيديو توابع مباراة النادي الاهلي وريال مدريد، ولكن المباراة مميزة بشكل كبير للنادي الاهلي. انا اللي مضايقني اللي انا كنت في وقت من المباراة اقدر اسجل اكتر من هدف، واقدر انا اللي افرض اسلوبي على ريال مدريد ولاعيبة ريال مدريد، ولكن قدر الله وما شاء فعل. وان شاء الله نحقق المركز الثالث، والبطولة لسه ما خلصتش. كان معاكم محمد مجدي من قناة اللمسة الأخيرة. يلا بقى نتمنى ان انت تنزل تشترك في القناة وتحط لايك، وبس كده، وتتابع حساباتي على السوشيال ميديا. بس كده، سلام.